في قضايا مش بتتكتب في الصحف ولا بتتغال في المحاكم. قضايا من نوع تاني، عالم تاني موازي. وأنا هنا عشان أحكي لكم قصة. أول ما تسمعوها هتعرفوا إن اللي بيحصل حوالينا مش طبيعي. قبل ما أبدأ، أنا راوي الأسرار، وما تنسوش الاشتراك في القناة واكتبولي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من أي بلد. في أكتوبر 99 اسم العجوزة استقبل بلاغ غريب من عمارة في المهندسين. سكان الدور السادس بيقولوا في ريحة بشعة طالعة من شقة الراجل اللي بيشوفوه داخل خارج لوحده. يا جماعة وسعوا، مين اللي بلغ؟ البواب. يا باشا الشقة 6 ب، الريحة طلعت من امبارح بالليل ومحدش بيرد. كل ما تقدموا خطوة الريحة كانت بتزيد قوي، كأن الموت واقف مستنيهم جوه. يا ساتر يا رب. الضابط شريف: نروح على أوضة النوم. اثبت يا مجند. راجل خمسيني عريان مربوط بسلك كهرباء والرأس منفصلة. الصدمة كانت أكبر من الوصف. الجسد متبهدل بعلامات كهرباء وضرب على الجمجمة وطعنات عميقة في الرقبة. الضابط شريف: محدش يلمس حاجة، تصوير كامل، بلغ العدالة الجنائية والطب الشرعي فوراً. خبير البصمات: يا فندم، مفيش كسر في الأبواب، يعني اللي دخل عارف المفتاح أو مستضاف. فني المعمل: لقينا شيشة عليها بقايا مواد مخدرة وأكياس فاضية هنا وهنا. الملازم شبانة: الشقة كبيرة، 4 أوض، فرش غالي، في حركة ناس كانت هنا قريب. الضابط شريف: تصوير كامل لمسار الدم، ارفعوا البصمات من المقابض والشيشة والترابيزة. هاتوا محفظته. موبايله فين؟ فني: مفيش محفظة، مفيش مفاتيح، ومفيش موبايل. الغيابات دي قالت كتير. القاتل مش بس قتل، ده كمان خرج بمفاتيح ومقتنيات وخط سرقة وابتزاز واضح. دكتورة رانيا خطاب: سبب الوفاة نزيف حاد من ضربات في الرقبة مع صعق كهربائي وآثار ضرب بآلة خشبية على الجمجمة. في دلائل اعتداءات جنسية سابقة، وتحاليل الدم مليانة بجرعة مخدرات عالية. طيب والبطاقة؟ دكتورة رانيا: على حسب ورق قديم مكتوب باسمه حكيم النجار، خمسيني. يا عالم زبالة. حسب التحريات يا فندم، حكيم النجار شغله الحالي محامي واستشارات قانونية، مكتب صغير في وسط البلد، بس جيرانه هنا قالوا ما بيشتغلش كتير وناس غريبة داخلة خارجة. تاريخه قبل كده: كان منتسب لجهة أمنية واتفصل من زمان لأسباب سلوكية. هو كان بيروج بين الناس إنه استقال. خبير البصمات: لقينا بصمات كتير بتتكرر في الشقة لأشخاص مجهولين، وفي صواني عليها بصمات ست وراجل تاني. الملازم: شهود العمارة بيقولوا كان في 2 متجوزين عايشين معاه، طاهر مبروك وأمل عبد المقصود، ومن ساعة الواقعة مختفيين. الضابط شريف: هاتوا صورهم وخط الحركة، ونبهوا على العربيات المسجلة باسم حكيم، وتابعوا أي عقود بيع حديثة. راحوا دلوقتي على مصلحة الشهر العقاري، مكتب موظف. الموظف: فيه عقد بيع شقة 6 ب من حكيم النجار لمواطن اسمه محمد صلاح الدين من أسبوعين، لكن صورة البطاقة على العقد دي صورة طاهر بس باسم تاني، وكمان في بيع عربيتين لنفس الاسم. الضابط شريف بحسم: البطاقة مزورة، الحجز على المشتريات وتتبع صاحب الاسم،
هيوصلنا ليهم. الملازم: إشارة من المرور، مشتريات اتسجلت وبعدين اختفت ناحية مرسى مطروح. تمام، فريق اتحرك مطروح حالا، أنا وراكو. وصلوا بيت شعبي على أطراف مرسى مطروح. الضابط شريف بصوت عالي: بوليس، محدش يتحرك. طاهر مبروك مصدوم يحاول يهرب. أنا في إيه يا باشا؟ أمل عبد المقصود شايلة طفل مرعوبة. يا باشا حرام عليكم، إحنا غلابة. لقينا يا باشا سلاح أبيض والأوراق وموبايلين وشنط مليانة فلوس. الضابط شريف: اتفضلوا معانا، انتوا هتحكوا كل حاجة واحدة واحدة. بعد ما اتقبض عليهم راحوا النيابة. وكيل النيابة: أسماءكم؟ طاهر مبروك، 38 سنة، عاطل. أمل عبد المقصود، 29، ربة بيت. وكيل النيابة: علاقتكم بالقتيل حكيم النجار. طاهر يتنهد: قرايب من بعيد، أمي قالت لي أروح له يساعدني في شغل. وكيل النيابة: دخلتوا بيته إزاي؟ هو قال لي هات مراتك اسكنوا معايا، شغل خاص، وأنا أنفذ اللي يقول عليه، وأمل تنظف البيت. الضابط شريف: وبعدين؟ اللي بعدين عالم تاني وسخ وإحنا وقعنا فيه. ومن هنا بدأ فيلم الرجوع لورا، مش كفلاش باك، ككابوس. أول يوم، مكان مكتب حكيم وسط البلد. حكيم النجار: أهلا يا طاهر، أنت على عيني، هتشيل معايا شغلي مهم ومراتك تساعد في البيت. خد المفتاح وروحوا الشقة، روقوا وأنا وراكم. التليفون مش بيسكت. ترد: ألو، حد بيتكلم بقلة أدب. طاهر: نستنى حكيم ونفهم. حكيم داخل: هاتوا الشيشة، هاتوا شاي، وحطي ده في الكوباية، ونقط شوية على المعسل يا طاهر. من أول ليلة البودرة بقت صاحب البيت، والأبواب بتتفتح لناس غراب، رجالة وستات، ضحك عالي وأبواب أوض بتتقفل. حكيم يوزع بإيده: كل واحد ياخد راحته والبيت بيتكم، تعال انت على الأوضة. وهي يبص الأمل تشوف بعينيها وتتعاون. طاهر: لا يا بيه، حرام، سيبنا نمشي. حكيم يطلع بطاقتهم من جيبه: هتمشوا ولا علم لكم قضايا هتك عرض واقتحام مسكن؟ أنا أعلم الطريق وانتوا عارفين. الابتزاز بدأ هنا والبوابة اتقفلت، ومن الليلة دي التهديد بقى المفاتيح والخوف بقى الأثاث. الضغط كبر، الخوف كبر، الصفاقة كبرت، لحد ما حكيم طلب الطلب الأوسخ: الولد الصغير يعيش معانا ويتعود يشوف، وهنقف وصف لأن الإنسانية ليها حرمة. طاهر: أنا مش قادر أكمل، هيموتني. إيمان: بارد، أوفر لك بديل. بس كل مرة ب100 جنيه. طاهر بصعقة: حاضر. الحفرة تتحفر أكتر، والحدود تقع، والشيطان يتصدر. حكيم سكران: عايز الولد الصغير على اسمي، تمضوا تنزلوا وتسلموه. مستحيل. طاهر: لو على روحي. حكيم:
هنشوف. تعالوا نعمل حفلة وداع، وأنا معاك ومع مراتك، وبعدها معلش هسيبكم. حفلة وداع هي كانت كلمة السر لخطة أخيرة. أمل في المطبخ إيدها بتتهز، بتفتح علبة حبوب. 1 2 3 4 5 وتحطهم في الشاي. طاهر بيشجع نفسه. جاهز؟ أمل بهمس. ربنا يسامحنا بقى ويخلصنا. حكيم يشرب ويترمي الكنبة. طاهر يتلفت يهمس. نام. يطبع سلك كهرباء يربطه يوصل. شرارة خفيفة. انت أمل تختنق تبكي. خلص. مش هنوصف اللي عدى هنا. تعدى حدود الإنسانية. تم الاعتداء على الجسد الميت، وتم إهانة الجثة، وتقفل باب على حياة انكسرت من زمان. أمل، امسح الدم هنا. طاهر، المفاتيح معايا. بطاقتنا. ياخد أوراق، عقود، مفاتيح عربيات. أمل، نمشي بسرعة، يلا. وكيل النيابة: بتعترفوا؟ طاهر: أيوة، بس قبلها كنت ميت 1,000,000 مرة. أمل تبكي. كنا مخنوقين، مذلولين، مهددين، بس برضو غلطنا. الضابط شريف: والبيع والبطاقات والمال. طمع ونجاسة وهروب من جحيم بجحيم. القانون أخذ مجراه، وثبتت كل الأدلة: قتل عمد مع سبق الإصرار، وتزوير ونصب وسرقة، والحكم إعدام. هل هم أشرار؟ هل كانوا ضحايا؟ لكن في الآخر الجريمة جريمة. العالم الموازي مش بعيد عننا، هو قريب. لما الخوف يمسك بإيد الطمع، والابتزاز يفتح الباب. لو حد حصرك، استعين بربنا واطلب نجدة القانون. مفيش حفلة وداع بتنقذ روح. في مواجهة، وفي حق، وفي نور. اكتبوا لنا في الكومنتات. بتتابعونا منين؟ واكتبوا رأيكم. مين المذنب الأكبر؟ وأكتر سطر وجعكم كان إيه؟